حبيب ماما، عامل ايه يا ميزو؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. طب قول لهم كل سنة وانتوا طيبين، كل اطلع سنة فوق. وانت طيبين. يلا قول لهم كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وانت طيبين. احمد لبس اهو، لازم الجرس يرن وانا بصور. استنى نحط لك برفان عشان ينزل يصلي العيد يا جماعة. احمد كده نازل يصلي العيد. يلا تعالى. شاطر. يلا بص القمراية بتاعتي بقى. كل سنة وانت طيبين. كل سنة وانت طيبين. سنة وانت طيبة يا حبيبتي. طيبة. شوفوا جنة بقى، استني اقفي لنا كده يا جنة بس نشوف الاوتفيت بتاعتك الحلوة دي. بص القمراية بتاعتي دي. ابعت لنا الشنطة يا جماعة. القمراية دي كده خلصت، هي خلصت ونازلة بقى صلاة العيد. انا مش منزلتش بصراحة. باي يا قلبي، مع السلامة. الدور بقى على جودي. يلا كل سنة وانت طيبين وعيد سعيد عليكم. حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم في أحسن حال يا رب العالمين. عيد سعيد مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية وشعبنا المصري جميعا يا رب. النهاردة طبعا يوم العيد، وقلنا كده نصور معاكم الحاجات اللي هينفع نصورها معاكم، وطبعا انتوا كعارفين الظروف عندي فسامحوني النهارده. طبعا في اول الفيديو كده عايزين ندعي لجميع موتانا بالرحمه والمغفره. وتعالوا نشوف هنعمل ايه وهنجهز ايه. تعالوا خد الحله دي بايد دلوقتي. الحله دي فيها لبن. هقول لكم القصه دلوقتي. تعالوا طبعا بقى ايه نجهز الفاكهه بتاعتنا. انا ما جبتش كحك وبسكوت عشان الظرف اللي انتوا عارفينه. عندي يعني الحاجه اللي حسيتها بايخه قوي وما تنفعش بصراحه انا ما عملتهاش. انا والله العظيم لو عليا الواحد قايم الحمد لله رب العالمين. احنا ما نمناش من امبارح اصلا. هما دلوقتي الولاد وباباهم نزلوا يصلوا العيد. انتوا شفتوا المقطع اللي قبل ده. فانا ما كانش ليا نفسي اعمل حاجه، بس انا زي ما قلت لكم انا ولادي ما ذنبهمش اي حاجه، وبحاول احسسهم ان الموضوع ما فيش اي حاجه يعني. الحمد لله، الحمد لله، وكلها خير وكله ان شاء الله هيعدي. ربنا يا رب يرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا. مش هنركب بقى على بعض. كل سنه وانتم طيبين يا رب وفي احسن حال. احط بقى الفاكهه بتاعتي عشان برضو ضيوفي برضو لما يجوا كده ما اقومش. انا مش كده. انا غاسله كل الفاكهه بتاعتي دي، غاسله الفاكهه ومظبطاها مفيش اي حاجه. فهاخد بقى على قد الطبق كده، ولو عوزت تاني بقوم ازود كده. خلاص اهو دي اول حاجه عملناها. انا مش عارفه بقى عايزه احط حرنكش، بس لا مش حابه يعني، فاهمين؟ احط في حاجه لوحدها. ادي اول حاجه. وتعالوا نحط بقى شويه كاشير كده. والله العظيم يا جماعه والله انا ما عملت كده. شفتوا بقى اشتريت الحاجه من بره وخلاص، اللي هو ما زعلش الولاد ومش عارفه ايه. خلاص على كده، فاهمين قصدي يعني؟ كده يعني. احنا شويه شوكولاتات بقى كنا جايبينهم كده. الحاجات دي قسما بالله انا الصبح وانا كنت بفرش الشقه لقيت حمايه مطلع الحاجات دي. طبعا ربنا يبارك لنا في عمره يا رب ويطول لنا عمره. هو ربنا يخليه لنا، ما يحرمناش منه ابدا بصراحه. على حنيته يعني يا جماعه بصراحه ربنا. تعالوا بقى ايه نحط الحاجه في الملك. نحط بقى في كذا مكان كده. ماشي، دي شوكولاته برضو انا اللي كنت جايباها لما طلعت بعد الفطار، بس مش هستخدمها. ايه اللي بتكتب سنه زي العيد اللي فات ولا ايه؟ اهو ما اشتريتش عبايه جديده بصراحه. يعني ما قدرتش ان انا اطلع وكده. احط هنا بس سوداني كده. مش عايزه حد ياكل سوداني بس. يلا بينا. تمام، شويه كده تسالي كده حلوين اهو. هبدا بقى ان انا اطلع حاجتي دي بره على الترابيزه. تعالوا بقى نخش على الرز بلبن واحكي لكم انا قصه الرز بلبن. يعني الرز بلبن ده مهما حصل عندي دي عاده مش هقطعها، لان دي عاده بابايا الله يرحمه.
بابايا قبل ما اتجوز اصلا هو يعني حماتي اخته، فكان لما يجي عندهم يقول لك ايه انا اكلت رز بلبن. فاول لما هو بيحب الرز بلبن، فدايما كان يخش عند اي حد من عماتي، بالاخص بقى ايه لما بيجي عندنا هنا يقول لهم ايه فين الرز بلبن. فانا خدتها لما اتجوزت وجيت وبقى يجي لي، وكان برضه اول ما بيخش عليا يقول لي فين الرز بلبن. فانا خدتها خلاص قاعده ان انا لازم اعمل رز بلبن في العيد. برضه ربنا يا رب يبارك لنا في عمره ويخليه لنا عمي اللي هو بعد بابايا. ربنا يديله الصحه يا رب وطولة العمر، ويفضل يخليه لينا كده يا رب سند وظهر لينا. ثانية يبارك لنا في عمره. برضه اول ما بيخش بيطلب مني الرز بلبن، فقلت لا ما بيديهاش، يلا نخش نشوف هنعمل ايه تاني. ولسه الفيديو طويل، كملوا معايا هيعجبكم. انا عشتكم الاجواء من قبل ما ننام، احنا ما نمناش اصلا يا جماعه. فطبعا هنشوف بقى هنعمل ايه. تعالوا نعمل الرز بلبن ونشوف بقى بعد كده اليوم هيمشي ازاي وهنعمل ايه. يلا بينا. شفتوا بقى القطاقيط بتوعي في اول الفيديو؟ يعني ده كان احلى ما في اليوم، ان الحمد لله رب العالمين قدرت ان انا ابسطهم واساعدهم واشوف الضحك على وشوشهم كده، وما حسسهمش ابدا ان في حاجه مختلفه. اي نعم في طقوس كتير وعادات وقفناها في العيد ده، بس هما ما حسوش بيها قوي. يعني الطقوس دي كانت تخصني انا مش هما. قمنا عملنا بقى زي ما انتم شايفين، بدأت معاكم الفيديو من اول النهار لحد ما خلصنا، لحد الغدا هنتابع الفيديو. قمت كده بعد ما هم راحوا يصلوا صلاة العيد، وزي ما قلت لكم هتلاقوا الفيديو كله جرس بيرن. معلش عيد بقى، كل سنة وانتم طيبين. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. هم نزلوا كده مع باباهم يصلوا العيد، وانا قلت اقوم بقى كده اشوف ايه اللي ورايا تاني، عشان انا لو دخلت نمت تقريبا احنا كنا مطبقين ما نمناش خالص. فقلت لو دخلت نمت انا خلاص كده مش هعمل رز بلبن ولا الحاجة دي، وانا ما اقدرش ابدا حد يخش يكون واخد على حاجة ويسأل عليها واقول ما عملتش. تمام. فقمت كده زي ما انتم شايفين، جهزت الحاجة وخرجتها بره وحطيت الحاجات بتاعتي. فالمهم يا جماعة رصينا الحاجة بره بقى زي ما انا قلت لكم، وقلت اخش اعمل بقى رز بلبن كمان، عشان ايه لو دخلت نمت ولا حاجة ما كسلش يعني على حاجة وكده. فزي ما انتم شايفين في البولة دي انا خدت مع كوباية يعني مغرفتين كده من اللبن، ونزلت عليهم بمعلقتين من النشا ومعلقتين من الكريم اللي هو يعني الايس كريم البودره يا جماعه، الايس كريم الفانيليا البودره، ونزلت بكريم جانتيه وكمان بكيس لبن بودره، وده مش اساسي معانا خالص، ممكن تستغني عنه عادي. المهم قلبت كل الكلام ده وبس. انا حطيت بقى الرز بلبن معاكم، انا عملته معاكم كتير بس عشان اقول لكم ان اليوم كله قضيته معاكم والله. في حاجات كتير. بصوا انا النهارده واخده من زمان ان انا احس بالعيد بجلابيتي الجديده والحاجات دي، فانا ما جبتش السنه دي زي ما قلت لكم، بس والله عشان هي كانت يعني النفس قافله الحمد لله، فمش مهم. اهم حاجه ان انا فرحت ولادي، وبصوا يعني الحمد لله فرحتهم. والعيد النهارده كان خاتم بناس حلوه واتلموا معايا كده في الاخر، وهقول لكم كل حاجه في وقتها. حط بس كيسين فانيليا كده يعني ريحه بس مش اكتر. بس خلصنا الرز بلبن، وتعالوا بقى نشوف هنتغدى فين او هنتغدى ايه ومن عند مين، وتجربه كان نفسي فيها قوي وجربتها، وهقول لكم رايي بس بعد ما تشوفوا المقطع اللي جاي. يلا استنوا بقى اشوف هنتغدى ايه ومين اللي اتغدى زي كده. خلصنا بقى تجهيزات العيد وكل حاجه عملناها الصبح، هنخش بقى على الغدا. والغدا طبعا انتوا عارفينه العشق اللي مصر كلها النهارده بتاكله، وانا كان من الناس اللي نفسي اجرب ام مكه. فبصراحه امبارح ابو جنة نزل جاب لنا من هو ده بمشوار ابيض بس مش مهم، وجاب لنا من ام مكه. طبعا الفرق بيني وبين ام مكه المكان اللي انا فيه وبينها كان مشوار كبير، يعني مش كبير قوي بس كان مشوار برضه. بس هنشوف بقى ايه الاخبار. طعم رنجة بس يا جانا شويه الشمس. بصوا الفسيخ يا جماعه بيتغلف ازاي، تغليف حلو بس الريحه بقى مش قادره. وفعلا بقى الريحه انا ما كنتش قادره بصراحه، كانت مغلفاه حلوه قوي، وكان
الطعم بصراحه كان بجد جميل جدا. تسلم ايديك يا ام مكه، وشكرا. طبعا انا كان نفسي قوي اروح امبارح، بس طبعا احمد وباباه هم اللي راحوا. مشوار طبعا بالنسبه لي، انا كنت نفسي اجربها بقالي فتره، بس المشوار بس هو اللي كان بيأخرني. لكن انا امبارح قلت له بص انا هاكل فسيخ من ام مكه، قال خلاص يلا تعالوا بقى ايه نجيب نفرحها واروح. هو طبعا راح يعني اقرب فرع ليا هو بصوا لما افتكر بقى بقول لكم، عشان انا مش فاكره بالظبط. بصوا الفسيخه لونها كده، وهي حاطه الملح الخشن ده اللي هو الحفظ يعني عليها وكده. فهي بصراحه حلوه قوي وطعمها حلو قوي. والرنجة بصراحة كانت خطيرة. بدأت ان انا انضفها كده. انا كنت سايبه لكم الفيديو بصوت، هتلاقوني بتكلم كتير كده، بس قلت ايه عشان الفيديو هيبقى طويل قوي. طبعا انا النهارده في الاخر كده دخل عليا بقى ايه يا حبيب قلبي، يعني اخويا بقى، اخواتي الاتنين بصراحه، ابن عمي واخويا ومامتي كان ليهم نصيب ان هم يتغدوا معايا. بصراحه الغدوه دي بالف هنا وشفا لكل اللي بيخش وبيبقى ليه نصيب في حاجه. عامه انا كل عيد ابقى بحط الغدا وحد يبقى ليه نصيب معايا ياكل فسيخ ورنجه، يعني انا الوحيده اللي في العيله اللي بتغدى كده. تمام، اللي في عيله جوزي اللي عند جوزي يعني بيتغدى رنجه وفسيخ والحاجات دي. آه، تمام كده. هبدا بقى ان انا انضفها. وهنا دي اختي راح معادي بتبقى جايه شمال ويمين، ولا هممها ولا هممها اي حاجه. انا بقى كانوا منرفزيني بقى، مش قادره اقول لكم. هبدا ان انا انضفها. انا لبست الجلافز ده عشان بس اللون، لكن انا ما بحبش اشتغل بالكلام ده خالص. اللون اللي بيطلع في الجواند ده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. والله هو قال لي انا كنت هجيبهولك مخلي اللي هو الجاهز ده، بس انا قلت له لا انا مش عايزه المخلي. انا لما كنتش احس كده ان انا اقف وانضف واشيل واحط، مش بحس باجواء عيد، تصدقوا بقى كده. وحاجه تانية برضو النهارده ما حسيتهاش بالعيد عشان انا ما لبستش عبايه جديده او كده. بس عادي والله، هي بس كانت ضغطه كده في الاخر، وهو مش باللبس ولا حاجه زي ما انا قلت لكم. بس يلا بقى عادي. هبدا بقى ان انا انضف الفسيخ بتاعي. وعايزه اقول لكم ان انا دخلت نمت، يعني عملت معاكم الرز باللبن واجواء الصبح دي ودخلت نمت. بص باكل ما اقدرش، انا ده ضعفي، ما اقدرش ابدا، محدش يقول لي استني. دخلت نمت حوالي بقى ساعتين ولا حاجه، وقمت بصراحه على تليفون من عمي ربنا يبارك له كان جاي. فقمت بقى قلت قبل ما حد تاني يجي. بصراحه من ساعتها مش عارفين بقى ان احنا نخش نريح تاني، لان يا رب يجعلها عاده ما يقطعوش ابدا حبايبنا اللي بيخشوا حوالينا بصراحه. يلا بينا. هبدا ان انا اخلي الفسيخ كده بالمعلقه وهو بيتخلي بسرعه. ازاي الحركه دي حلوه قوي وسريعه جدا وبتنجز معاكي وقت كبير. وانا طول ما انا واقفه كده هاكل عادي. امي بقى قاعده بعيد وجوزي قاعد في وشي كده عمال يقول لي يلا انت نضفي وكلي ولا يهمك، حرام عليكي جوعتينا. انا كنت هنا مستنيه اخويا كان جاي، فكنت بجهز بقى. وبعدين جوزي نزل له كمان، راحوا لبنت عمي جنبي هنا ورجعوا لي بقى. قالوا بقى بدل ما نبهدل نفسنا ونرجع بقى. شايفين الفسيخ يا جماعه احمر من قلبه بصراحه، وجميل كده وطعمه خطير بصراحه. لا شكرا ام مكه، وبجد الجوده والطعم حكايه. تسلم ايديكي وفعلا تستحقي والله. يلا بينا. يلا بينا. الرنجة كمان عايزه اقول لكم ان انا كنت نفسي اعمل سلطه، زي كل سنه ما بقول لكم نفسي اعمل سلطه رنجة. نفسي جوزي استحاله. ده هو بعد ما خدش باله كده كان التليفون محطوط على الستاند، فبقول انت بتعملي ايه ده كله، مش خلصتي الفسيخ؟ قلت له ده انا بخلي رنجة كمان. قال لي طب ليه كده، ما بيحبهاش لازم ان هو ياكل منها كده. قلت له على فكره انا عادي، بس دي اسهل في الاكل يعني. انا ما انا جايبه لك الرنجة كلها مش سايبه منها ولا حته. خلاص بقى كده هبدأ ان انا احط الزيت بقى، وهحط طحينة على جزء واسيب الجزء التاني من غير طحينة عشان اللي حابب وكده يعني. ده كل اللي انا عملته. انا بصراحة كان نفسي اعمل الرنجة دي، يعني اقطع عليها طماطم ومش عارفة ايه والحركات دي، بس بدل هما مرضيوش. انا خدت طبع الخضار ده اهم حاجة. كنت حاطة خيار وحاطة طماطم ب50 جنيه عادي ولا يهمنا يعني، مش مهم حبايبنا اللي هياكلوا. بس بعد ما قطعتهم يا جماعه محدش كلهم. انا بقى هرمي ب50 جنيه مثلا؟ لا والله ابدا. المهم وحطيت ليمون وفلفل اخضر، ظبطت الدنيا كده وفعلا والله وليمون. قعدنا. وليمون قعدنا كده بقينا نبص لبعض عايزين نقوم، احنا مش قادرين بجد. لا ده كان كبير قوي. يا خبر ابيض، هو في حاجه غلط والله العظيم بجد يا جماعه، مش عارفه في ايه في الجرس. الفيديو كله برعايه الجرس بتاعي النهارده. خلصنا بقى الفيديو ده، كان فيديو يومي النهارده في العيد. وكل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم على الامه الاسلاميه.
ومع حبايبكم يا رب متجمعين وملمومين ومش ناقصين ابدا ابدا. وده كان الفيديو، ودي كانت سفرتنا، واشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله يا احلى اخوات في الدنيا.